السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد الحنجور وهنتكلم في حلقة جديدة على قناة عظماء بلا مدارس. ميدان رمسيس واحد من أشهر ميادين القاهرة، بيربط مصر الجديدة وشبرا بأحياء جنوب القاهرة، وبيتفرع منه شوارع مهمة جدا زي شارع غمرة وشارع الجمهورية وشارع السبتية والجلاء والفجالة. وعشان أهميته دي هتلاقيه زحمة جدا بشكل مستمر، لأن غير ده كله موجود فيه محطة مصر اللي بتوصل لجميع المحافظات. تعالوا نعرف قصة وتاريخ ميدان رمسيس. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. الميدان ده كان في البداية عبارة عن قرية صغيرة اسمها أم دنين، وبدأت أهميتها تبان في عهد محمد علي باشا لما اتعمل بساتين في القرية، وكان فيه باب حديد كبير لدرجة إن المكان ده اتعرف بالباب ده بعد كده وبقى اسمه ميدان باب الحديد. ومع الوقت الباب ده اتشال، وعشان كده في سنة 1958 اتعمل فيلم اسمه باب الحديد، وده يبقى أفضل رابع فيلم في تاريخ السينما المصرية، وده من بطولة فريد شوقي وهند رستم ويوسف شاهين، وعن قصة وسيناريو الكاتب الكبير عبد الحي أديب، وإخراج يوسف شاهين. الفيلم تم اختياره للتنافس على جائزة الأوسكار كأفضل فيلم بلغة أجنبية، ودي كانت أول مرة تحصل إن يترشح فيلم عربي وأفريقي للتنافس على الأوسكار، وكمان اترشح لجائزة الدب الذهبي في برلين. نرجع تاني لميدان رمسيس اللي مرتبط أهميته بوجود محطة السكة الحديد. وقصة السكة الحديد بتبدأ في مصر سنة 1854، ودي السنة اللي مشي فيها أول قطر على خط سكة حديد، وكان بين القاهرة وكفر الزيات. ومصر هي أول دولة في أفريقيا والشرق الأوسط والتانية في العالم بعد بريطانيا اللي تعمل خط سكة حديد. خط القاهرة كفر الزيات كمل ووصل لإسكندرية، وبعد كده اتعمل خط في اتجاه تاني اللي هو القاهرة السويس. والسكة الحديد دي اتعملت لتسهيل المواصلات بين بريطانيا وأهم مستعمراتها في الشرق وهي الهند، فكان اللي بيجي عن طريق البحر الأبيض المتوسط بيوصل لإسكندرية وبعد كده للقاهرة، ومن القاهرة للسويس ده طبعا كله عن طريق السكة الحديد، وبعد كده بيكمل عن طريق البحر الأحمر بسفينة للهند. ميدان رمسيس قبل ما يتسمى الاسم ده كان اسمه ميدان نهضة مصر، ده لأن بعد ثورة 1919 سعد زغلول راح باريس عشان مفاوضات حصول مصر على استقلالها من بريطانيا، وهناك في باريس زار معرض الفنون السنوي وشاف تمثال نهضة مصر للنحات المصري محمود مختار، وطالب بعودة التمثال لمصر. وفعلا التمثال رجع لمصر واتحط التمثال ده في الميدان سنة 1926 واتسمى باسمه ميدان نهضة مصر. أمال اسم ميدان رمسيس ده جه منين؟ ده كان بعد العثور على تمثال رمسيس في قرية ميت رهينة، وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرار بنقل التمثال للميدان واتسمى باسم ميدان رمسيس سنة 1956. إنما تمثال نهضة مصر اتنقل لمكانه اللي موجود فيه لحد دلوقتي قدام حديقة حيوان الجيزة. بس لو أي حد راح ميدان رمسيس دلوقتي مش هيلاقي تمثال رمسيس، لأن في 2006 اتنقل تمثال رمسيس للمتحف المصري الكبير، بس الميدان فضل محتفظ باسمه. وعشان التاريخ العريق للميدان ده اتعمل متحف للسكة الحديد في محطة قطار رمسيس سنة 1932، وبيعرض فيه قصة بداية القطر وتطورها. وفي المتحف موجود مقتنيات نادرة للسكة الحديد، يعني في أكتر من 700 نموذج من القطارات والأجهزة والمعدات، وكمان موجود النص الأصلي للعقد اللي وقع عليه عباس الأول سنة 1851 مع روبرت ستيفنسون، وده يبقى ابن جورج ستيفنسون ده مخترع القاطرة البخارية. العقد كان لإنشاء خط سكة حديد بين القاهرة واسكندرية بطول 209 كيلومتر، وبرضه موجود وثائق بتوضح إن محمد علي باشا فكر في إنشاء السكة الحديد في مصر سنة 1843. ومن أهم معالم الميدان مسجد الفتح، وده نفس موقع مسجد قديم اتبنى في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، بس المسجد ده اتهد في فترة الحملة الفرنسية مع قيام ثورة القاهرة الأولى سنة 1798، واتعمل مكانه طابية اسمها كيمن، وكيمن ده يبقى ضابط فرنسي مات في اسكندرية. وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك تولت شركة المقاولين العرب إعادة بناء المسجد، وتم افتتاحه في ذكرى الإسراء والمعراج سنة 1990، وبقى بيحمل اسم مؤسسة الفتح. ودي كانت قصتنا النهاردة، شكرا، نشوفكم في حلقة جديدة.